حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا كويسين. وحشتوني جدا. انا بقالي تقريبا يعني اكتر من 10 ايام او اكتر مصورتش ولا حاجه على القناه التانية، وبقالي الشهر فعليا مصورتش اي حاجه على قناه الفلوجز. الفيديو ده اكيد هينزل على قناه الفلوجز لان انتوا هتقضوا معايا اليوم كله. البنات اللي متابعيني على انستجرام وكده عارفين ان انا في مصر. انا نزلت مصر لحاجه ضروريه جدا. فالقرار اتاخد قبل نزولي بيومين، اللي هو القرار اتاخد مثلا النهارده وانا نازله كمان يومين، فنزلت زي دلوقتي رحت عملت التحليل بتاع الكورونا فيروس ونزلت مصر على طول. فالموضوع غير مخطط ومش موضوع مفاجآت، لان هي النزوله اصلا مش اجازه، هي نزوله عشان حاجه مهمه جدا. فنوعا ما انا خلصت جزء من المهمه، ومحمد النهارده نازل يخلص الجزء الثاني. مش عايزه اتكلم على تفاصيل لاني ما بحبش ارغي في التفاصيل قوي في حياتي، بس عموما انا نزلت خلصت نص الحاجه، ومحمد النهارده هيوصل ان اراد ربنا يخلص الجزء الثاني. طبعا اللي نايم هنا ده فهد، تمام؟ مقتول يا عيني، مع ان احنا بننام بدري قوي هنا في مصر، بننام بدري جدا. بس هو هيصحى لا مش دلوقتي مش هيصحى. المهم خليني اقوم اغسل وشي كده، ان لسه ما غسلتش وشي، يا دوبك ماما عملت لي ينسون عشان للاسف هحكي لكم من ساعه ما نزلت وانا كل حاجه عندي ملخبطه. هحكي لكم وانا بعمل السكين كير بتاعي، بس هقوم دلوقتي اغسل وشي وافوق واغسل سناني واشرب اليانسون والكلام ده كله، واجي بقى اقعد معاكم ونعمل السكين كير، واقول لكم بقى الخطه بتاعه اليوم النهارده، واقول لكم ايه اللي حصل لي من ساعه ما نزلت مصر. بس ما تنسوش قبل ما نبتدي الفيديو تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناه والقناه التانية، وبس كده. يلا بينا، خليني اروح اغسل وشي. بتهيألي كده نقدر نقول صباح الخير، خلاص فوقت الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اقول لكم على مأساة، انا بقالي بالظبط 3 ايام بغسل وشي بالصابونه، والله يا جماعه فعليا بالصابونه، بس انا فعليا مضطره، الغسول بتاعي خلص ومفيش وقت ان انا انزل اروح مكان كبير او صيدليه كبيره اجيب غسول كويس، فبغسل وشي بالصابونه. يس. المهم انا كنت ناويه اعمل معاكم والله السكين كير روتين، بس لقيت نفسي عملته وما صورتوش، بس يلا مش مهم. حاولوا تعدوا لي اي حاجه طول ما انا هنا، لان هنا مفيش روتين مفيش نظام، مش عارفه اظبط دنيتي، مش عارفه اعمل اي حاجه يعني كده. المهم نزولتي مصر بقى في الاساس والله يا جماعه كانت غير مخططه اطلاقا، ولا كان في دماغي. انا كنت قاعده كده في امان الله عادي في الصاله انا ومحمد، فجاه حصل ظرف طارئ وكان لازم حد فينا يكون موجود في مصر، يا اما انا يا اما هو. فطبعا انا اللي نزلت، لان محمد شغله ما فيش حاجه اسمها انا مسافر بكره، مفيش حاجه اسمها كده، لازم يكونوا عارفين من قبلها عشان يقدروا يظبطوا الدنيا. اكسكيوز الدوشه، مع اني في الدور الثامن، بس هنا الازاز مش عازل للصوت، فهتسمعوا الشارع كله في الفيديو. anyway فنزلت. الصراحه ما كانش يعني النزوله متخطط لها خالص، بس كمان نزلت رحت عملت التحليل والكلام ده كله، وخدت ماما في ايدي لانها كانت عندي الست مش هسيبها يعني، فرحت واخداها في ايدي فرحنا نازلين. المهم انا من ساعه ما جيت وانا والله يا جماعه ولا عارفه اصور ولا عارفه اشتغل ولا عارفه اعمل مونتاج ولا عارفه اعمل اي حاجه. اليوم هنا بيجري بسرعه جدا، اطفال بتصوت عادي، اليوم هنا بيجري بسرعه جدا 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 جدا، مش لاحقه اعمل اي حاجه فيه. غير اني من ساعه ما جيت كده بقى عمال يحصل لي كوارث وبتاع، ابتديت اتوتر، لان انتوا عارفين انا عندي موضوع التوتر ده مش طبيعي، والدواء بتاعي يعني بقيت باخده بكميه اكبر، بعد ما كنت خلاص باخده اقل بقيت باخده بكميه اكبر، مش عارفه برضو ليه. تقريبا 5 يوم ما وصلت هنا او 6 يوم جالي نزله معويه ورحت المستشفى وركبوا لي محاليل. انا عارفين لما تبقوا مش فاهمين ايه اللي بيجرى لكم، انا ايه اللي بيجرى لي، انا كنت كويسه. فلدرجه ان البنات على انستجرام لقيتهم بعتوا لي دعاء ما تنزليش مصر تاني. هم مش قصدهم على ان مصر فعليا، قد ما انا اما بنزل مصر بتعب، ده مبدئيا، وثانيا ما بركزش خالص على السوشيال ميديا على السوشيال ميديا، ما ببقاش معاهم خالص. هم اتعودوا مني ان انا كل يوم معاهم على انستجرام، اما بنزل بتلهي فما ببقاش مع اي حد، ببقى كده كاني انعزلت عن العالم. فبس كده ده اللي حصل. هحط لكم دلوقتي مقتطفات صورتها وانا في المطار،
يعني وانا في المطار كده احط لكم كام حاجه كده، الحاجات اللي انا صورتها وانا مسافره وبس كده. المفروض النهارده محمد هيوصل خلاص، عدى 15 يوم تقريبا او 14 يوم، فلازم محمد كان يجي بقى يخلص البارت التاني من الحاجات اللي انا خلصتها. يعني انا خلصت 50%، هو يجي يخلص ال 50% التانيين. فهو النهارده هيوصل ان شاء الله تقريبا الساعه 4:30 او 5 بتوقيت مصر. والمفروض بقى النهارده انا هعمل ايه؟ ان انا هصحي الباشمهندس النائم ورانا ده، واصحيه والبسه واخده اروح احلق له شعره. هروح اكتوبر احلق له شعره عشان شعره طويل جدا، واروح كوافير في اكتوبر اعمل ضوافري ايديا ورجليا، لاني انا رجلي، بصوا يا جماعه انا في العادي بعمل انا رجلي في البيت، ولا عمري رحت الكوافير بقى اعملوا لي وسووا لي والكلام ده كله. بس المره دي رجلي منهاره، يعني عارفين مش هينفع معاها الجو بتاع البيت ده خالص، وانا كمان مش جايبه معايا اي تولز، يعني مش عامله حسابي ان انا مطوله عارفين كده. فهروح اعمل ايديا ورجليا، وكمان كنت عايزه اعمل حواجبي لان حواجبي بقالي كتير ما عملتهمش، فتقريبا هاخد الميك اب بتاعي معايا واعمل ميك اب في الصالون، يعني احط ميك اب ليا في الصالون. فهنزل زي ما انا كده يعني بعبلي كده يا دوبك، بس هلبس وانزل وبس كده. هسيبكم بقى مع مقتطفات صورتها في المطار، وبعد كده اما تخلصوها بقى هننطلق ونروح مشوارنا، لاني انا هقابل اخويا في اكتوبر. وبس كده يا حلوين، استمتعوا باللقطات السفر الغير ممتعه اطلاقا بالنسبه لي، انا شخص ما بيحبش السفر، فاللي انتوا هتشوفوه ده فيلم رعب، فيلم رعب. هاي يا حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا كويسين. انا دلوقتي في المطار، وده سفر فجائي والله، مش مترتب له ولا كان في دماغي ولا اي حاجه، بس انا نازله مصر لسبب مهم وراجعه تاني، يعني مش هطول. فقلت يلا اخدكم معايا في فلوج صغير كده. بيتهيألي الفلوج ده ممكن يبقى جزء من فيديو، يعني ممكن اكون بصور لكم فيديو فهحط لكم جزء من الحاجات اللي انا صورتها في المطار. فبس كده، فيلا خلينا نشوف يومنا ازاي. خليني اوريكم فهودي اهو، بس هو محافظ على التباعد مش قاعد جنبي، والناحيه التانيه ماما، خليني اوريها لكم. ارفعي الماسك، ارفعي الماسك. فهي بتشرب شاي بس. فوالله ما عرفتش اصور لكم حاجه طبعا من اول ما دخلت المطار، لاني الصراحه اتبهدلت. انا كل مره ببقى مسافره، محمد في الاغلب يعني بيبقى مسافر معايا، فبيريحني في موضوع الشنط والحاجات دي كلها. بس المره دي انا مسافره لوحدي ومع ماما وفهد، فانا اللي بخلص كل الاجراءات. ففاينلي خلاص خلصنا وقعدنا في الجيت مستنيين نطلع الطياره. فبس كده ده اللي هيحصل، وانا فعلا يعني ما كنتش عامله حسابي خالص في نزوله مصر دي، بس حصل. فقشطه، اول بقى ما نبدا نتحرك هصور لكم كل التفاصيل لغايه ما نوصل مصر ان شاء الله. مش عارفه بسكو اكيد عشان الماسك. استعدي يا اوده تروح ايجيبت. يس. انا عايزه اقعد هنا. ايه؟ ايوه. لا مش هينفع نقعد، احنا هنقف هنا مع بعض شويه وهننزل. اوكي اوكي. يعني شايفه الباص هينزل. الباص هينزل اهو. اوكي حلوين، فاينلي خلاص طلعنا الطياره. مش قادره اقول لكم انا ما بحبش السفر ازاي، عشان المرمطه اللي بتبقى فيه. وانا عموما جو الطيران وكل الناس بتتمنى انها تسافر، انا من الناس اللي ما بحبش خالص السفر اطلاقا. فلسه طالعين دلوقتي، وانا عموما هستغل بقى الوقت بتاع الطياره ده، لان انا نفسيتي بتتعب اصلا من الطيران. فهستغل الوقت ده ان انا اقعد اعمل مونتاج لفيديو عندي. وبس كده، لو في اي ابديت هفتح الكاميرا واصور تاني. انا دلوقتي لسه راكبين وقاعدين مستنيين الطيارة تطلع. تقريبا الطيارة هتطلع كمان 10 دقايق بالظبط. فيلا ربنا يسهل. انا مش قادرة اقول لكم قد ايه متوترة، لان انا مطيش طبيعي. anyway
اتفرج على ايه اوده؟ اتفرج على ايه؟ مش هيقومني. الحزام مضايقك؟ مش هيقومني. معلش استحمله شويه وخلاص احنا هننزل. اوكي ماشي. انت بقى تبص على ايه؟ ببص على الطيارة. على الطياره. انت بتحب الطياره؟ اه. اوكي. اوكي حلوين. انا وصلت دلوقتي اكتوبر زايد صح، ومعايا مين؟ معايا ميشو. ما عرفتش اقول لكم الصراحه اي حاجه في الطريق لاني اتحركت الصراحه اتكلم قدام الراجل بتاع التاكسي. يعني كل مره بنزل ببقى بتكلم في عربيتنا يعني، بس المره دي بتكلم مع السواق بتاع التاكسي هيقول عليا ايه مثلا يعني. فبس احنا رايحين دلوقتي نحلق للبشمهندس. فين فهد؟ فين فهد؟ اهو. رايحين نحلق للبشمهندس ده شعره، وبعد كده اطلع بقى انا على الكوافير لان انا الصراحه في حاله لا يرثى لها. فيلا خلينا ننطلق ونشوف هنحلق للاستاذ ده ايه. مش تقول اي حاجه يا ميشو؟ لا الشمس جامده بس. قول صباح الفل. صباح الفل. بلاش تحلق. لا يلا البس، نزل ايدك عشان نحلق. خليك شاطر. معلش عشان نحلق شعرنا. انت عايز بابا يشوف فهد يقول عليه مش حلو؟ طب انا هطلع العربية. طب ما العربية اهي شغالة من تحت اهي اهي. بس خليك معلش. 1 hour later. ده مش بول، تعالى. دي ميه بس لكن مش بول. يلا. يعني احنا بنقف على المية؟ لا مش بنقف على الميه خالص عشان دي مش ميه، ده مش بول. فين خاله؟ تعالى تعالى امشي على طول على طول على طول على طول. عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ هنا يا حطيت لي موبايل على الشاحن. احلى حاجه استغلال الاخ. بص فهد بقى ما اقولكش هيخش يقلبك اصلا. حاجه؟ ما هو عايز ياخدك عشان يقولك هياخد ايه. لا ما اقولكش كله لتربيتي. ايه هي ايه الحاجات دي اصلا؟ ايه دي يا فهد؟ هو اي عكو خلاص. ما تفتحش لما نقول لخاله الاول. ها يلا. بس ايه رايك وانا منورك في شغلك؟ طبعا. اول مره بس عرفت اجي لوحدي الصراحه. سالتهم فقالوا لي سهله يا بنتي. فهد بص بص عمال كل شويه ينقي حاجه. انا عايز دي يا ماما. متاكد؟ اختار هي حاجه واحده. الشوكولاته ده؟ دي طعمها مش حلو. امور عليك. ترامبلون. ترامبلون دي صعبه عليك. المهم المفروض دلوقتي ان انا هطلع الكوافير، بس هستنى بقى ياسمين واخدها معايا.
هي هتجيلي على جوه؟ تاخدين بالك؟ اه اكيد. تاخدين بالك؟ ما شحنش اي حاجه؟ شحن ليش؟ طيب خلاص هنطلق انا في شقه الكوافير. تطلعي لها انت على الباب ولا؟ والله ابي انضف، ما انا مش هعرف اطلع لو بدات. تلبسيني الشباشب بتاعك كده. احلى حاجه مش مذاكر. بيعملوا ايه جوه؟ انت دخلت جوه ولا حاجه؟ طيب. يا ياسمين بص فهد بيعمل ايه؟ بتعمل ايه فهد؟ بيسكان الحاجه اللي هو خدها. والله ابني مؤدب. 1 hour later. ايه رايك؟ عملت ارفع كده الكاميرا كلمه. والله عملت ضوافري يا جماعه. بصوا الجمال. بقالي كتير قوي ما عملتش ضوافري حلوه كده. لا ورجلي لو سمحت زوم على رجلي لو سمحت. انا هروح بده اساسا. لا البس الشوز دلوقتي. وده بعد جلسه نظافه لرجلي. ودخلت حطيت ميك اب كمان كويس. حطيت ميك اب جوه وخلصت. بس كده يا اخ الله يخليك. بس كده يا جماعه المفروض دلوقتي بقى ايه؟ ماشي. الساعه كام دلوقتي؟ الساعة 2:15. احنا ممكن نقعد نشرب قهوه عشان افوق وبعد كده نطلع على المطار. لا لسه بدري قوي على محمد هيوصل الساعه 5. 4:30 5 يعني. فيلا خلينا نروح نقعد في كافيه نستقر وبعد كده نصور بقى لان انا الصراحه مشتته. المهم انت عامل ايه؟ ده يا جماعه مش اخويا اهو. هحط لكم التشانل بتاعته تحت. ودي ياسمين مرات ميشو اخويا. بيقولوا لنا بقى ايه، ياسمين اللي احلى ولا ميشو اللي احلى؟ لا ميشو احلى صح؟ مين شهر العروسه؟ هو العريس. تعالى يا فهد هنا. مين شهر العريس؟ وانت عامل ايه يا ميشو؟ انا بالنسبه لك ايه؟ انا بالنسبه لك ايه؟ زي ايه؟ هي بالنسبه لك ايه؟ هو ايه اللي زي ايه؟ مش عارفه يعني زي ايه؟ انا بالنسبه لك ايه؟ اختي حبيبتي. اختي حبيبتي. وانا بالنسبه لك ايه؟ مرات اخوك الحربوقه. مش عارفه الباقي خالص. لا دعاء انا جميله صح؟ انا ماسكه لها سكينه من ورا الكاميرا. استنى بس يا جماعه احنا المفروض دلوقتي موجودين في المطار عشان مستنيين محمد اما يوصل. فقعدنا كنا بقى مين ودي مزبله مكان ما احنا كنا. انا الوحيده تقريبا اللي ملتزمه بالماسك. لا احنا عايشين احنا في مصر ما عندناش كورونا. كورونا ما بتجيش للمصريين. حمو بيك قال الكورونا خلاص خلصت. واحنا مقتنعين بكلامه. والله حمو بيك قال الكورونا. والله فعليا انا كل ما انزل الشارع الاقي مثلا ايه 3-4 اللي لابسين ماسك في وسط بتاع 3000 بني ادم مش لابسه. فتقريبا هي مش موجوده في مصر الحمد لله. تقريبا. ما تحسديناش بقى يا دعاء. لا طبعا انتوا في نعمه كبيره قوي مش تعرفوا قيمتها دلوقتي. احنا عايشين في لا لاند. والله العظيم بجد كارثه ومأساة. يعني احنا كميه الماسكات اللي هناك تخلينا نقول يعني اكيد احنا بس اللي كان عندنا المرض وما جاش ما ننزلش مصر. 3 مليون جالهم انت؟ هانت كل اللي في الهند هيتصابوا. لسه جايين لهم. تعالى يا اوده. احنا مناعتنا قويه. والباي احنا ايه يا حبيبتي؟ مناعتنا قويه. ايوه طبعا. ما شربتش. على رأي ماما بصوا يا جماعه استنوا ماما دايما تقول لي ايه؟ اصحي الصبح اعملي شويه ميه دافيه بليمون واشربيهم عمر ما يجيلك كورونا. دي وصفة خالد كامل دي. ماما يا جدعان في حته ثانيه خالص. ايوه دي وصفة خالد كامل. والله قتلاني. تقول لي احنا بناكل بصل وليمون على اساس ايه؟ ان الكون كله بصل وثوم لا وليمون. وتقول لك ايه احنا بناكله فتحسسك ان ايه الكون كله ما عندوش بصل وليمون هو موجود بس اكسكلوسيف. بصلنا بتاع مصر حاجة تانية برضه. يعني بصل مصر زي بصل. طب ثانية واحدة، اما بصل مصر بيتباع عندنا هناك والناس بيجي لها كورونا عادي. لا ده الكوبي بتاعه. يا بنتي يعني صح ده النسخة الصيني منه. نصيب. وانتي مش قعدتي فترة ما مش قادرة مش بتشمي ولا لا مش انا دي بس وانتي ما خدتيش؟ لا انا ما جاتليش لا الحمد لله. يعني جات لي بسمة؟ ما قطعتش ما شمه بس لحد دلوقتي على فكرة. لا كان ممكن برد بس عادي يعني. بس بسمة لحد دلوقتي ما حددناش يعني. لسه ما بتشمش؟ لحد دلوقتي. طب يبقوا فكرونا ان احنا ما نشوفش بسمة. يا بنتي لا بقالها شهور كتير لغاية اول ما بسمة تبتدي تشف نبقى نشوفها ان شاء الله. 5 دي كده عندها لا احنا قاعدين معاها على طول يعني ممكن يبقى عندنا. بالظبط. طب سلام عليكم. احنا عقلنا ما بنلزقش في حاجة. بالظبط. يا جماعة عندهم الصراحة حاجات مقنعة كده. تلمسني بس برضه مش تخش جوه كده تنزل كده. إيمان يا بنتي.
الايمان ايمان ومؤمن، ايمان ومؤمن. اهم حاجه الايمان. ايوه طبعا. وانت عارفه الايمان عندنا عالي عالي عالي. قوي جدا. فادعوا لنا بقى، ادعوا لنا محمد يخلص اوراقه وناخده ونخرج بقى عشان احنا تعبنا. يومنا النهارده الصراحه كان طويل، وكل شويه اقول لكم، كل شويه اقول ايه، هصور. بقت كسليه قوي من ساعه ما نزلت مصر. والله بس ثانيه واحده بس كده. ايوه كل شويه اقعد اقول لهم ايه، انا هصور. ياسمين تقول لي يا بنتي انت ما صورتيش، اقول لها لا ده الفلوج ده مقتطفات، يعني مقتطفات وما بصورش حاجه. انا مش عارفه ايه اللي صابني من ساعه ما نزلت. انا مش عارفه اصور ومش عارفه اعمل ايه. ده انا النهارده عشان اصور الانترو بتاعت الفيديو الصبح قعدت كده قدام الكاميرا شويه اقول ايه، ما عنديش الطاقه دي اللي عارفها كده بقى وصور. لما كانت هناك كل ما اكلمها انا بصور. والله من ساعه ما جيت والله العظيم، حتى بصوا والله العظيم انا خسيت جدا. انا نفسي استبدل. انا خسيت كسليه جدا. الحمد لله الحمد لله. محمد جه وان شاء الله الدنيا تتظبط، الاجازه بتاعتها تبقى سعيده. نحاول نقنعه يطلع في فيديو معانا الفيديو ده. نحاول نفسي محمد يوافق يطلع معايا في فيديو. لا يعمل تشالنج هو وميشو مع بعض، ومين يعرف يتصور. هو هكسبه، هقنعه ان انا هكسبه. لا مش ما تغششوش يا ميشو، بس هو يقتنع بس. يلا ما علينا، المهم يجي يخلص بس اللي وراه وبعد كده ننطلق. اهدى يا حبيبي. اسر التاني. والله ما صدق خرج. جاي بابا اهو دلوقتي، اصبر. يلا نشوفكم بقى بعد ما ناخد محمد. يعني الصراحه مش عارفه الفلوج ده ممكن يكون ليه بقيه ولا ممكن يكمل تاني يوم. حقيقي ما عنديش فكره. احنا بنصور اللي هو يعني كل مره والله العظيم كل مره بصور فلوج بيبقى في دماغي هعمل ايه، لكن فعليا اقسم بالله ما في دماغي اي حاجه. ما هي دي عنصر المفاجاه. انا اتصدمت ان انا ما بعرفش اعمل فلوجز. يلا الحمد لله، يلا نشوفكم كمان شويه. أنا آسف.